السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين، صباحكم كله نشاط وحيوية وكله طاقة إيجابية كده على عينكم. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بغيب غيبتي وارجع بهبتي، ايه رأيكم؟ فيديو روتين قوي جدا من الدرجة الأولى إن شاء الله. النهاردة الفيديو كده بالتشجيع من اخويا حبيبي، ربنا يبارك لي فيه يا رب وما يحرمنيش منه ابدا. عايزه اقول لكم يعني اول مره يطلع معايا وكده صعبت عليه يا جماعه، والله صعبت عليه. ربنا يخلي لي يا رب وما يحرمنيش من اخواتي ابدا، وكل سنه وهم طيبين وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وينعاد عليكم الايام بخير وصحه وسعاده. نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. اول حاجه كده قمت من النوم، عايزه اقول لكم الروتين ده بعد الظهر. اول حاجه كده جهزتها يعني الفطار. عملته زي ما انتم شايفين كده، ايه، بطاطس مقليه وبتنجان وفلفل مقلي، وقطعت طماطم وخيار، ومحمد كان جاب لنا طعميه، وكان عندنا قشطه كده وحتة جبنه. وعملت طماطم، جوزي بيحب البيض بالطماطم جدا، وعملت فول. طبعا الفول ده جايباه جاهز برضو وسخنته، والعيش اللي هو بتاع الفرن. بس كده يا حبايبي، ده كان الفطار بتاعنا النهارده. فطرنا الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لكم قبل ما نفطر كانت جنى مصوره الفيديو ده. اللي بقى انا كنت نايمه وبصراحه كنت تعبانه شويه، وبعدين ايه قالت اما اصور لكم شكل الاوضه قبل وبعد، علشان هي كانت عامله لكم روتين قبل كده الاسبوع اللي فات او من يومين كده، كنت منزله لكم فيديو طريقتها في تنظيف الاوضه وكده. بس هي بصراحه ما شاء الله تبارك الله عليها، ربنا يحميها ويهديها يا رب. نزلت الستاير ومسحت الحيط وغيرت الفرشة بتاعت السرير، وغيرت الفرشة برضو اللي على الكنبة بتاعت الانتريه. بصوا خلت الأوضة بتبرق كده، ما شاء الله تبارك الله عليها، بجد تحفة وجميلة. ما شاء الله تسلم ايديها. فاجئتني بصراحة، قمت من النوم كده هي بتحب تحط على الكرسي اي حاجة كده تغير الشكل. بصوا حطت اللي هي الزينة بتاعت رمضان، بس هنا كان تقريبا الكاميرا كده كانت مش موضحة يعني ايه الزينة وكده. بس ما شاء الله تبارك الله الأوضة بتاعتها تحفة يعني. يعني تدخليها كده تحس براحة نفسية رهيبة. بصوا أنا بوريكم شكل الأوضة عامل ازاي. يعني كويس يا حبايبي ان بناتك يتعلموا منك حاجة وكده. بصوا ما شاء الله شكل الزينة حلو. قالت يا ماما انا عايزة احط زينة في اوضتي احس برمضان يعني وكده. قلت لها ماشي ما فيش اي مشكلة. بصراحة والله العظيم قمت من النوم لقيتها عاملة كده في الأوضة. اتبسطت جدا. هقول لكم ما اتبسطتش، اتبسطت. اي حاجة بعيدة عني ان انا ما اعملهاش اتبسط، ادام هم يعملوا يعني وكده ربنا يهديهم ويحميهم. وحطت برضو زينة هنا في المكان ده، كده على قد ما قدرت يعني. وحطت الستاير، اي نعم هي حطهم غلط بس مش مشكلة، حلوين برضو. ما رضيتش ازعلها وما رضيتش اشيلهم، قلت خليهم كده عادي ما فيش مشكلة. انا كنت عاملة بديل الستاير اللي هي القديمة شالتها، وبعد كده ايه حطت الستاير دي كنت غسلاها وكنت مطبقاها يعني. بصوا بقى جنى روقت اوضتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. تعالوا بقى نشوف ندى عملت ايه في اوضتها. برضو لقيت ندى منظفة الأوضة بتاعتها ومنظماها، قلت برضو ايه هصورها عشان ما تزعلش يعني. هي ندى ما بتحبش التصوير وما بتحبش الكاميرا، فانا ايه قلت لكم برضو اوريكم. هي ما صورتش قبل وبعد، هي بصراحة جنى هي اللي صورت، وندى كانت في الدرس. قلت ما اصور شكل الأوضة كده وهي ايه مترتبة ونظيفة. بصراحة تسلم ايديهم وربنا يبارك لي فيهم ويحميهم. انا بقى غيرت، قلت ما نضفش اوضتي. تعالوا شوفوا اوضتي عاملة ازاي. شايفين الكركبة؟ شايفين البهدلة؟ عشان اقول لكم لما انا اقول لكم ان انا تعبانة تصدقوني على طول. والله العظيم بجد الواحد ربنا بس يدي الواحد الصحة والعافية. الصحة دي اهم حاجة، بالله بالله الصحة دي اهم حاجة في الدنيا كلها. عايزه اقول لكم محمود اخويا ربنا يبارك لي فيه يا رب وما تحرمش منه. بصراحه اول ما جه قال لي يا بنتي مالك وفي ايه؟ قلت له ظهري ورجلي ومش عارفه ايه. قال لي ولا يهمك يلا انا هساعدك النهارده. بصوا والله انجزني، والله لو مش هو ما كنتش هقدر اعمل ده كله لوحدي. عايزه اقول لكم الروتين بدأ في الاوضه. والله العظيم صليت العصر ودخلت على الاوضه كده على طول. ربنا يحميه ويبارك فيه هو وجنى، ما شاء الله تبارك الله. في الوقت ده برضو ندى كانت هي واصحابها رايحين الدرس برضو، ايه قالوا ما نشيل مع خالي شوية كده. طلعوا الحاجات يعني الموجودة في الأوضة. ندى مشيت على الدرس وبدأت جنى برضو ربنا يخليها ويحميها تشوفها بتعمل ايه مع خالها. خالها نزل الستاير
بصراحة كنت واقفة بس ماسكة لهم الكاميرا، ما هكدبش عليكم يعني، عملت بس حاجات بسيطة معاهم. بس هو بصراحة ربنا يا رب يبارك لي فيه ويديه الصحة والعافية ويبارك لكم في اخواتكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. قال لي اوعي تصوريني، قلت له لا انا هصورك حاجات بسيطة كده، ما رضيتش اجيب وشه كتير يعني. بصوا هو وجنى ما شاء الله تبارك الله. انتوا طبعا عارفين ان انا بعمل روتين على طول في الاوضه. شايفين بقى منظر الاوضه عامل ازاي؟ شايفين شكل العفار والتراب ملا الاوضه ازاي؟ بيجي منين الحاجات دي؟ طب الحاجات دي بتيجي تحت السرير منين؟ ما اعرفش. قال لي بصي بدل ما تتعبي في نفسك انا هفك لك السرير. قلت له يا ابني سيبه ما تفكهوش علشان خاطر ما تتعبش يعني وكده. قال لي لا علشان ناخد راحتنا يعني في الاوضه ونعرف منين ننظف. بصوا بقى انتوا عارفين طبعا البلكونه ده انا ما بشتغلش فيها، ما بفتحهاش يعني، علشان السرير كنت حطاها ايه على البلكونة. فقال لي لا يلا ننضفها. هو بدأ يكنس كده وجانا تلم من وراه. وهو بقى مسك لي بعد ما كنسنا كده قال لي جانا تعالي ما ننزل الحاجات اللي هي فوق الدولاب. عايزه اقول لكم انا ما كنتش بطول فوق الدولاب، هو شجعني بصراحه. قال لي بس يلا تعالي نمسح الاول البلكونه، علشان في حاجات كده ما كانش لها لازمه عندي في الشقه، قلت اطلعها ايه في البلكونه. كان عندي سرير مكسور، سرير الحديد برضو طلعته في البلكونه. وكان عندي مروحتين برضو بايظين برضو حطيتهم في البلكونه، علشان خاطر انا ما بدخلش البلكونه دي كتير، انتوا طبعا عارفين البلكونه دي طلع على الجيران عندنا، فما بحبش يعني ايه ان انا احرجهم او هم يحرجوني او كده. يعني علشان خاطر خصوصيات يعني وكده. انتوا فاهمين طبعا. ربنا يبارك فيك يا محمود يا اخويا وما يحرمنيش منك ابدا. بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليه، ربنا يدي الصحة والعافية. والله عمل اللي انا ما قدرتش اعمله، مسك لي الحيط كده والبلاط ونضفه وخلاه زي الفل. بصوا ركب لي جنى فين فوق الدولاب، قال يلا يا بنتي اركبي كده وانت عامله زي المسخوطه، يعني ايه الدولاب هيشيلك. وراح جاي مناولها البتاع دي. قال بصي نضفي كده بالفرشه كده، عايزك ما تخليش اي حاجه فوق. بصراحه ربنا يحميه ويبارك فيه. دول بقى ايه كان بطاطين كده عيناهم في الجلابيات دي علشان العفار وكده، مسكهم لي برضو نضفهم ومسحهم كويس، ما خلاش ليا فتفوتة عفار في الأوضة بصراحة يعني. بصوا جنى كانت كانت من كتر العفار اللي كان طالع عليها حطتها يعني كده بتقول لي صوريني وانا بعمل لايك. برضو مسك لي المروحة كده وظبطها وخلاها ما فيهاش عفار كده، وفوق الدولاب بقى نضيفه زي الفل ما فيهوش اي حاجة خالص اهو. وبدأنا بقى ايه هنرص الشنط وكده. بصوا انا كنت عايزه اعمل البتاع دي بالشرشوبه. قال لي شرشوبه ايه؟ هاتيلي سلكه وصابون ويلا ندعك الايه الحيطه مع بعض. بصوا هو دعك حيطه كده وانا ولا الجنب التاني عملته. بس هو ما شاء الله عليه. قال لي لازم اطلع لك قال لي مين اللي بيكتب لك على الحيط؟ قلت له ندى ومحمد كلهم بيكتبوا على الحيط بصراحه. قال لي هكتب على الحيط هموته اه والله. بصوا قعد يمسح لي فيه كده، ربنا يبارك فيه يا رب. وانا نشفت بالمساحة دي، وللأسف في آخر الفيديو جانا راحت كسرتها. قلت يلا مش مشكلة، نبقى ايه نجيب واحدة غيرها. بس انا مسحت ونضفت وخليت الحيطه ما شاء الله تبارك الله زي الفل. عايزه اقول لكم مسحنا الارضيه برضو بس ما صورتش المقطع ده. بعد كده فرشنا كده. احنا طبعا هنغير النظام، انتوا عارفين انا في الصيف يعني على دخول الصيف بحب ان انا ايه اخلي الاوضه بتاعتي بالشكل ده كده، في الشتاء بقلبها ايه اليمه التانية. انتوا طبعا هتشوفوا الشكل النهائي للاوضه. بصوا ركبنا الستاير وجبنا التسريحة كده والسرير بدأنا نحط الحاجة تحت منه. وحطينا المولة بتاعة السرير. طبعا تحت السرير ما بحطش حاجات كتير يعني الحاجة اللي انا ايه مستغنية عنها. بعد كده دخلنا المراتب وفرشنا وحطينا دفاية كل لونها حلو كده. بصوا بقى الجمال والحلاوة والراحة النفسية، تحس كده ان هي أوضة عروسة جديدة اه والله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حطوا بقى لايك يا حبايبي للفيديو. طبعا احنا ما قلناش الدعاء بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. يبقى انا ايه حبايبي بغيب غيبتي وبرجع بهبتي. ايه رأيكم؟ روتين قوي ومشجع جدا. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون اشجعتم منه وخدتم منه افكار حلوة. يلا بقى بينا ندخل على رمضان كده واحنا ايه يعني منظفين البيت ومخلينه 100 فل و14. عايزه اقول لكم لسه باقي روتين الصاله، انتظروا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. وكده يا حبايبي يكون نهايه الفيديو الجميل
قولوا لي بقى تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الأوضة، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.